من قربت لخويا قلت له واش دا قالوا لك؟ دار لي غير هكا بيدو، زعما المغرب راه تما مع هذيك الجهه. من قال لي هكا مشينا ساهتين ونسمع القرطاس طق 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 القرطاس. شوف ما عارفه ولا ما فاهمه والو. درك انا والله انا وليت باها انا باها درك. والبنت عاود عندها شهرين راه في الدار، شهرين. امين. هاد السيمانه هادي وقعت واحد الفاجعه اللي ما كاينش اللي ما وصلاتوش ولا تصدم بالخبر ديالها، الا وهي قتل واحد جوج شباب مغاربه واحتجاز واحد اخر من طرف البحريه الجزائريه مورا ما غلطوا ودخلوا في البحر ديال الجزائر، علما انهم كانوا غاديين على بجيت سكيات موطور ديال البحر وشرطات كيبانوا سوياح، بمعنى عاد الشوفه فيهم كافي باش تبين لك انهم ما كيشكلوش خطر. تفاصيل شنو وقع في الهجوم قدرنا نعرفوها بفضل ان واحد من الجروب اللي كانوا 4 قدر يهرب وينجب حياته، اللي هو اخ احد الضحايا في هذه القضيه. كاين هدف واحد من هذا الفيديو، وانا بزاف منكم بغاو يفهموا القضيه وطلبوا مني نشرحها، فكان من الضروري نديروها، خصوصا انه خرج حتى بلاغ من عند الجزائر والوزاره ديالهم كتشرح القضيه بالمعطيات ديالها، فاجيو نفهموا القضيه. نبداو باننا نعرفوا شنو كان على حسب اقوال السيد اللي قدر يهرب وكان معاهم هو اخ احد الضحايا. صراحه في واحد الاستجواب قال كانوا 4 و3 جيت سكيات، في استجواب اخر قالوا كانوا 5 و4 جيت سكيات. يمكن مسكين بالصدمه ومع الصحافه ديالنا عا كتوقف عليه وكتعطيه ميكرو، مهما كانت الوضعيه النفسيه ديالو راه باقي مصدوم، راه ما دازش حتى سيمانه على القضيه، عادي يقدر يكون تلف ولا شي حاجه. ما على حسب عده مصادر والاقوال ديال العائلات الاخرين فراه كانوا 4 الدراري و3 جيت سكيات. فين كان محمد السيد اللي نجا بحياته، كان خوه اللي سميتو بلال اللي قتلوه مسكين، كان صاحبه مع عبد العالي واللي كان غادي مع بلال في الجيت سكي اللي تا هو قتلوه مسكين، وكان الدري الرابع اللي على حساب واحد الاستجواب سميتو اسماعيل اللي دابا مازال محتجز في الجزائر. دونك هادو هما الربعه اللي كانوا محمد بلال عبد العالي واسماعيل. اجي نعرفوا كيفاش بدا نهارهم ولا الرحله. على حسب اقوال محمد فراه كانوا 3 جيت سكيات، محمد غادي لراسو، بلال وعبد العالي غاديين في الجيت سكي واحد، واسماعيل تا هو غادي لراسو. نهار 29 من الشهر اللي فات، اي تقريبا سيمانه 3 اللي فات، في الصباح ديال الحادثه الدراري كانوا مشاو لكاب دولو فين بداو كيتصوروا تما الى اخره. موراها دازو سيد البشير فين كلاو الحوت، وما بين الخمسه حتى 6 العشيه جوج ديال الجيت سكيات ديالهم هما كانوا 3، جوج منهم بداو كيعلموهم ان ليسونس بدا كيخوا ولو غادي يلعب الريزيرف. هي فين قرروا يرجعوا الجيت سكيات للمارينا ديال السعيديه ويبلاصيوهم تما وصافي يساليو نهارهم والرحله، خصوصا انه قرب المغرب وبدا كيطيح الظلام. في الرجعه ديالهم المارينا السعيديه الدراري تلفوا وصدقوا داخلين في البحر ديال الجزائر، ما داش وقت بزاف على الدخول ديالهم للبحر ديال الجزائر، اذا بهم كيشوفوا ان واحد الزودياكا ديال البحريه الجزائريه كتقرب منهم. وعلى حساب اقوال محمد ما كانت جايه مع دخلات في الدري اسماعيل اللي محتجز، دخلوا في الجيت سكي ديالو. محمد كان بعيد شويه، يمكن هذا هو السبب اللي خلاه ينجا. من دخلوا البحريه في اسماعيل، خو بلال وعبد العالي كانوا في الجيت سكي، ضووا معاهم ويلوح لخوه محمد من بعيد قال ليه سير صافي سير هكا، بحال كيقول ليه راه قالوا لنا رجعوا، راه دايره الجزائر، رجعوا في حالاتكم المغرب والسعوديه، راه الطريق من تما. من قربت لخويا قلت له واش دا قالوا لك؟ دار لي غير هكا بيدو، زعما المغرب راه تما مع هذيك الجهه. على نيتهم تما راجعين على حسب اقوال محمد، ومعاهم راجعين كيتصدموا بانهم بداو كيتيروا فيهم كيطلقوا عليهم قرطاس. مشينا ساهتين ونسمع القرطاس طق 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 القرطاس. فين بلال وعبد العالي اللي كانوا راكبين في الجيت سكي واحد جاو فيهم. محمد قدر يسلم منا حيت كان بعيد شويه على بعد 100 150 متر، ما جاتش فيه الحمد لله سلم منا. وفين داك الدري الرابع اسماعيل هزوه معاهم في الزودياكا وداوه. محمد في ديك اللحظه بقى بوحدو كيعيط على خوه وصاحبه اللي تيروا فيهم، ما كيجاوبوش، بقى كيعيط 5 دقائق كذا حتى شويه ويجاوبوا قال ايه، ويسمع شي واحد طاح في الماء، حتى شويه اخر ويسمع عبد العالي تا كيقول ايه وطاح في الماء، يعني فعلا صافي طاح. محمد بقى كيجدف بالجيت سكي ديالو وكيسارح فيه مره حيت الماريه ديال البحر بدات كتجرو للجزائر، ما بغاش عاوتاني يلقى نفس المصير. مورا شي ساعه ولا جوج هو في ديك الحاله بوحدو طاح الظلام. ما تنساوش ان الحادثه وقعت مع 7:30 العشيه، توقيت بالضبط ديال المغرب فين كيطيح الظلام، فتخيلوا ساعه مورا صافي راه طاح الظلام. فين كانت الحاجه الوحيده اللي مضوي عليه شويه هي القمر. مورا ساعه ولا جوج مع ديك 8:30 9 جاو عنده البحريه المغربيه، فطلع فوق الجيت سكي ديالو ولوح لهم، قدروا يشوفوه وتقربوا منه. البحريه مورا مجموعه الجيت سكيات الاخرين وربطاتهم طلعوه وداوه للسعيديه المارينا. واحد المعلومه مهمه، واحد من الجيت سكيات في هاد اللحظه هادي شافوه عامر دم اللي هو ديال بلال وعبد العالي، هزوا كلشي ومشاو. هنا كان الشك واش ماتوا شنو وقع لهم الى اخره، ما كانش جواب. تخرج واحد الفيديو ديال واحد الصياد فين لقى الجثه ديال بلال خو محمد، واللي كان عنده 2 بنيات. الجثه ديال بلال تلقات في السعيديه في البحر ديالها. مورا غيأكدوا لهم الوفاه ديال الدري الاخر عبد العالي اللي تا هو كان في نفس الجيت سكي، هو الجثه ديالو ولحد الساعه باقا في الجزائر، واللي لحد الساعه مازال ما عطاوش لعائلته. اكثر من شي تاكد لهم حتى الحجز ديال الدري الرابع اللي ما كانوش عارفينه فين كاين، واللي خرج الحكم ضده ب 18 شهر، اي عام و6 شهور في الجزائر. بطبيعه الحال ما كاينش اللي صبر على هذا الشيء. هنا في محمد ومختلف عائلات الضحايا خرجوا كيدويو لمختلف المنابر الاعلاميه ودواو مع الصحافه فين كيحسوا بالحقره ديال بصح، حيت راه ماشي عندك صداع مع شخص ولا جوج، عندك صداع مع دوله. البارح خرج اول رد رسمي ديال الجزائر
عن طريق وزاره الدفاع ديالها. انا نخليكم بيان هنا ونقول لكم بالحرف شنو قالوا. هادشي كيقولوا هما، قالوا انا خلال واحد الدوره ديال المراقبه كانت دايره واحد الوحده من حراس السواحل ديالهم نهار 29 اوت اي 3 بالضبط في نفس الوقيته مع 47 دقيقه 3 د الجيت سكيات او الماطر ديال البحر دخلوا للبحر ديال الجزائر. من بعد ما الحراس ديال السواحل على حساب البيان داروا لهم تحذير صوتي وامرهم يتوقفوا بزاف المرات بدون رد، فهذوك الماطر ديال البحر على حساب البيان ما سمعوش لهم، وفين كيقولوا انهم بداو كيديروا مناورات خطيره. ضافوا ان ديك المنطقه ديال البحر ديال الجزائر معروفه بتجار المخدرات فين كيدوزوا بزاف وبالنشاط اللي كيكون فيها. وبما ان دوك الماطر ما سمعوش لهم، ديك الوحده ديال حراس السواحل بداو كيطلقوا القرطاس حدا الماطر ماشي فيهم باش يخلعوهم ويوقفوا. منين زادوا ما سمعوش ليهم تيراو في الماطر وجابوه في واحد فيهم، فقدروا يوقفوا موطور وهربوا جوج على حسب ما كيقولوا. ضافوا انا الغد لي اي الاربعاء مع 5 العشيه قرب مدينه تلمسان لقاو جثه فيها القرطاس داوها عندهم. كملوا البلاغ ديالهم بانهم كيطلبوا اي واحد قراه ما يسمعش الاخبار الاخرى، فهادشي اللي قالوا هو الرسمي. الا لاحظتوا هذا البلاغ الا قارناه باقوال محمد الناجي كنذكر بعض الدراري المغربي، فرا البلاغ هضر على مقتل شخص وقال هربوا جوج جيت سكيات، بينما محمد قال واكد انه الدري الرابع شدوه حتى هو وماتوا جوج دراري، يعني هو بوحدو اللي هرب. الا زدنا حللنا البلاغ ديالهم فراه كيقولوا كيوضحوا انهم تغلطوا لهم ولا يتسحب لهم انهم كانوا تجار مخدرات. اول حاجه راه تاجر المخدرات ما غيهربش لك لا دروك في الجيت سكيات حيت ما كتهش بزاف ما يقدرش يهرب فيها بزاف، وثانيا ثقيله بارابور زودياك اللي فيها جوج لبس الماطر. ثانيا الا بغى شي واحد يهرب المخدرات في الجيت سكي واش غيمشي بشورت وجوج اخرين باش يثير الانتباه؟ وثالثا تهريب المخدرات كيكون فيغ لوروب، زعما راه اوروبا، شكون اللي يمشي يهرب المخدرات اليمن للجزائر؟ يعني شويه كتسائل على هذا التبرير اللي عطاوه، ما كاينش دافع علاش التيري كاع. ونمشيو لاسوء الاحوال، ما عرفتيهمش شنو دايرين ولا شكون هما ولا شنو كيديروا. اول حاجه تحجزهم عندك ماشي تيري فيهم، محدك عندك زودياكا راه ساهل تجيت سكي واحد على الاقل. كمثال راه جميع المهربين ولا اللي كيحرقوا لوروب كاع سواء من المغرب ولا من الجزائر ولا من اي بلاصه راه ملي كيتبعوا البحريه ديال لوروب ولا ديال البلدان اللي غاديين ليها راه ما كيتيريوش فيهم، عاد كيتبعوهم كيحاولوا يشدوهم كيتيريوش فيهم. تخيل معايا دور مأكدين كيهربوا ولا حراقه، فما بالك وحدين عندهم 3 الماطر وانت ما عارفهمش، والمنظر ديالهم راه كيبان لك لابس الشورت واقف وما كيقولوا كانوا كيهربوا. محمد كيقول لك انا ما كناش هربنا، فكيف يعقل 3 جيت سكيات كيما الشرطه تيري فيهم لدرجه انهم خلاو بنيه بلا باباه فين غيتكلف بها عمها اللي نجا. درك انا والله انا وليت باها انا با هذا، والبنت عاود عندها شهرين راه في الدار، شهرين امينه. فيما يخص السيتواسيون الحاليه فرا العائله ديال الدري الاخر اي عبد العالي اللي قتلوه مسكين باغيين ولدهم يدفنوه ويترحموا عليه ما عطاوش لهم، بالاضافه للدري الاخر اللي حكموا عليه 18 شهر. المطالب باينه، يرجعوا الجثه الدري باش يقدروا يترحموا عليه عائلته، يتم اطلاق سراح داك الدري الاخر اللي حكموا عليه بعام ونص، ويتم معاقبه اي واحد مسؤول في هذه القضيه. زعما شتان ما بين دوله كيوصلوا لها الحراقه كاع كيتلقاو ليهم كيدفيوهم كيوكلوهم كيقولوا شنو باغيين، يلقاوك في البحر ويدخلوك يداويوك وبعد علاش يشوفوا شنو كاين، وما بين دوله تشوفك بتجيت سكي واقف تيري فيك. زعما سواء كنتي مغربي ولا جزائري ما يمكنش لك تتفق مع التهور، زعما راه تحليل بسيط. الله يكون في عون العائلات صراحه، ونتمنى كخطوه اولى في اقرب وقت